اهلا بكم في فيديو جديد من قناة حلا الشرق. دلوقتي احنا هنعمل هوريكم في الفيديو دوت الطريقة بقى للتركيب. انا الفيديو اللي فات وريت لكم ازاي عملنا الايقونة ديت ودقيت عليها بالشاكوش عشان اديها شكل مختلف عن اللي احنا متعودين عليه. دلوقتي انا مجهزة الزرد وفتحاه وبشبكهم في بعض زي ما كده ما هتشوفوا. بستعين بالبنسة والزرادية مع بعض، بقفلهم زي ما احنا متعودين علشان نشبكهم في بعض ونقفل العقد. يعني الفيديو ده اوريكم ازاي احنا هنقفل العقد. انا مشيت واحدة فضي وواحدة ذهبي، بكررها معاكم تاني عشان اللي ما خدش باله من اول مرة. الزرد بيبقى اسهل لي لو مجهزاه مفتوح، او ساعات بيتباع في المحلات اكسسوارات. خامات الاكسسوارات بتبقى في زرد مفتوح، انصحكم تجيبوه افضل، بيسرع معاكم التقفيل. هنا انا لقيتها مفتوحة شوية واسعة، عايزة تتضم شوية. الفضي كانت عايزة تتضم شوية مفتوحة، ممكن يفلت فقفلت عليها تاني. وهنا الذهبي مع الفضي مدين شكل جميل جدا اللونين مع بعض. انا عادة كنت ببقى العقد يا اما ذهبي يا فضي، بس انا المرة دي حبيت اعمل ماتش بين اللونين دولت، وفعلا بجد جربوهم طلعوا تحفة جدا. كده تاني واحدة شبكناهم مع بعض زي ما انتوا شايفين. هجيب زردة واسعة وادخلها، معلش فلتت مني، نوسع لها مكان. لقيتها بس المسافة صغيرة فحبيت اوسع شوية الدايرة. ايوه كده ظبطت. فهنا معايا الفضي، فهجيب الواحدة الذهبي واقفلهم كويس، ضمهم على بعض بالظبط كده. وزي ما انتوا شايفين بيطول معايا، وهفضل بنفس الطريقة دي للآخر. ركبت انا الواحدة اللي في النص على شكل الطاووس، عملناها مع بعض قبل كده. شكرا.